قبل ما تسمع شنو غادي نقول دير واحد حاجه، دير لايك لهذا الفيديو وبارطاجيه مع العائله ديالك وصحابك، بارطاجيه في الواتساب. من النهار اللي حررت فيه القوات المغربيه المسلحه معبر القرقرات من ميليشيات البوليزاريو الارهابيه واللي ولات معروفه في المغرب بلقب صندالستان، وقعوا بزاف ديال الاحداث في واحد الوقت قصير وبواحد الوتيره متسارعه. بزاف ديال القنصليات ديال دول تفتح في الاقاليم الجنوبيه، وبعض ديك الدول اصلا كانوا كيعترفوا بالبوليزاريو. بزاف ديال الاعداء الماضي ولاو الان اصدقاء المغرب. الدول العربيه كامله واقفه مع المغرب فيما يخص الوحده الترابيه ديالو، بحال الاخ ملي كيوقف مع اخوه، طبعا باستثناء دوله واحده وهي دوله معروفه. وقعوا ازمات كبيره مع المانيا واللي النهايه ديالها اضطرت المانيا انها تعترف بالحكم الذاتي. وقعت ازمه سياسيه ودبلوماسيه كبيره مع اسبانيا، النهايه ديالها اعترفت بمغربيه الصحراء. والحدث الكبير اللي هو تغير موقف اعظم دوله في كوكب الارض واللي هي امريكا ملي اعترفت بمغربيه الصحراء. ومن جهه اخرى وقعوا بزاف ديال المشاكل، هاد المشاكل مازال ما تحلوا لدابا، واخرهم مع تونس اللي الرئيس ديالهم استقبل رئيس الجماعه الارهابيه البوليزاريو. والمشكل الكبير اللي نايض دابا بين المغرب وفرنسا، وتا واحد ما عارف فين غادي يوصل وشنو غادي تكون النتائج ديالو. في هذه الفتره بالضبط المغرب كيبني واقع جديد، كيبني تاريخ جديد، وكيكون حلفاء جدد. المفروض خصنا نكونوا كاملين بينا كمغاربه واقفين ويد في يد، كاملين واقفين مع البلاد ديالنا، واهم شيء واقفين وساندين الظهر ديال جلاله الملك محمد السادس اللي بزاف ديال الجهات وهي معروفه كتبغي تطيحوا باي طريقه ممكنه. كيخرجوا عليه الاف الاشاعات والاكاذيب، كيحاولوا يطيحوا من القيمه ديالو والسمعه ديالو بين الشعب ديالو. الاخبار الزائفه، تشويه، الفيديوهات، مقالات وبرامج، انقلاب كاين في القصر، الملك ما بغاش يحكم، وزيد بزاف ديال الاكاذيب. هادشي غيكون عادي ومفهوم اذا كان ماجي من اعداء ديال الخارج. العدو الخارجي ديما كيبغي يشن واحد الحرب النفسيه والسيكولوجيه على الشعب وعلى القياده ديالو، وهاد الحرب في العاده كتكون بالاكاذيب والاشاعات. ولكن فاش كتكون هاد الحرب وهاد الاكاذيب والاشاعات وهاد السيوف الطاعنه جايه من الداخل واحد من ابناء هذا الوطن، وبالخصوص في الظرفيه الحرجه اللي كيمر بها المغرب، بحيث ان بزاف ديال الاعداء متربصين به. بالطبع انا ما كنهضرش على المهرجين المغاربه اللي كاينين في الخارج واللي هما معروفين واللي كيدعيوا انهم معارضين سياسيين، في حين انهم كل شيء عارفينهم انهم مسترزقين من عند الثعالب العجزه. ولكن انا كنهضر بالخصوص على التصريحات ديال واحد الشخص الاسم ديالو محمد زيان. Si no quiere ser rey es su problema. Bajo esta presión, por razones de salud o por razones de fantasía o de romantismo o de aventurismo, es su problema. Si no quiere ser rey, que no lo sea. Hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Y hay que convencer el pueblo. ما عنديش شي معلومات كبيره على هذا الشخص، ولكن اللي عارف انه نال واحد الشهره كبيره في الفتره اللي ظهرت فيها كورونا بسبب التصريحات الناريه ديالو على بعض قرارات الحكومه اللي كانت في ذاك الوقت غير مفهومه بالنسبه لي انا كيوسف وملايين المغاربه. كنشوفوا ان جلاله الملك محمد السادس هو رمز لوحده الوطن، وايضا رمز لوحده الشعب والارض. وكنظن اننا الوحيدين في العالم اللي قدرنا ندير واحد الحاجه اللي سميتها ثورة الملك والشعب. عمرك تلقاها في دولة أخرى من غير المغرب، وحتى إلى لقيتها غادي تكون مجرد تقليد. الارتباط بين الشعب المغربي قبل مئات السنين مع السلاطين والملوك ديالو، وهذا الارتباط هو اللي خلى المغرب بالضبط يفوت على بزاف ديال المراحل وبزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الازمات والمصاعب. كان اقرب شيء مثلا اننا نكون دوله شيوعيه ديكتاتوريه عسكريه، وخاصكم تكونوا متاكدين ان المغرب فلت على الزغبه في انقلاب الصخيرات على الحسن الثاني، ولو كان نجح كان ممكن اننا نكون الان بحال ديك الدول. فمحمد زيان في هذه الفتره الحرجه اللي كيمر بها المغرب وكيمر بها حتى الملك محمد السادس حفظه الله، قرر انه ينشر السموم ديالو في اذان الناس في العقول ديالهم. فتخيل معايا انه طالع في بث مباشر مع واحد السيده كاينه في خارج المغرب، العمل ديالها اليومي هو السب والشتم والقذف في الملك في البلاد وفي الشعب المغربي عامه. وهي والزوج ديالها كونوا عصابه عائليه الهدف ديالهم هو سب وشتم المغرب. واش الملك محمد السادس توفي حقا، خصوصا من بعد ان المخابرات المغربيه فيما كيكثر الهضر على الملك محمد السادس كيخرجوا شي فيديو قديم وتيقولوا هذا هو الظهور الاخير ديال الملك. فهاد السيد محمد زيان ومن وسط المغرب طلع معها لايف وبدا حتى هو كيهاجم المغرب. الانطباع اللي كاين حاليا في البلاد هو انه الطائره ما عندهاش الربان، باخره ما عندهاش قائد ديالها. الملك هو المغرب وما عاولش يرجع للمغرب ان يتمتع بما بقى له من الحياه
بلا ما يتحمل العيب اي مسؤوليه. بالنسبه لي انا شخصيا هذا امر لا يغتفر، وزيد عليها انك تطلع في قناه اسبانيه وتبدا تعاير في جلاله الملك بالفاظ غير مقبوله، فهذا بالنسبه لي ليس من شيم الرجال. بالنسبه لي انا فقط غادي نقترح واحد النصيحه لمحمد زيان، واخا بحكم الفارق الكبير في السن بيني وبينه، ولكن شحال من تلميذ علم الاستاذ ديالو، وشحال من ابن علم الاب ديالو. اي رياضي كيوصل لواحد السن معين كيتقاعد، واي طباخ او نجار او حداد كيوصل لواحد السن معين كيتقاعد كيجلس. حتى انت من باب النصح خاصك تقاعد وتنسحب نهائيا من المشهد السياسي، خلي السياسه وتسيير شؤون البلاد للناس والاهل ديالها. جلاله الملك محمد السادس نحن كمغاربه واقفين معاه وكنأيدوه ونسانده. وبالنسبه لي انا كيوسف كصانع محتوى كيتبعوني ملايين الناس سواء في المغرب ولا في الوطن العربي، مستحيل نشوف الضباع سواء في الداخل او في الخارج كي نشوف الملك ونبقى صامت. الا عندك شي احفاد الله يخليهم ليك تفرغ ليهم، خلي عليك الملك يكمل المهام ديالو، حيت في النهايه ما غادي تصور حتى شي حاجه. في ذاك اللقاء مع القناه الاسبانيه قال لهم بان الملك صافي ما بقاش باغي يحكم، باغي يعيش الحياه ديالو ويسير يعيشها في بلاصه اخرى. ومؤخرا كما العاده ظهر الملك في البرلمان وعطى الخطاب المعتاد ديالو، واللي هي رساله ضمنيه مشفره باللي انا باقي هنا. لتجديد اللقاء بممثل الأمة